قبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ملخصاتنا الجديده ان شاء الله. نرجع فلاش باك لما مات ماكسيموس بعد ما موت كومودوس، وجات لوسيلا بنت الملك ماركوس علشان تشوفه وسالها على ابنهم لوشيوس وقالت له انه بخير. وقتها بنعرف ان لوسيلا عندها ابن من ماكسيموس. وبعد سنين كتير من موت ماكسيموس بنشوف روما وهي في عهد الامبراطور تاكالاكاو، وهو بعت الجنرال اكاسيوس علشان يغزو مدينه نوميدون اللي هي بيكون فيها المحارب اينو وزوجته. وبنشوفهم وهما بيسمعوا صفارات الانذار وبيجهزوا للخروج للحرب قبل ما يوصلوا الرومان بسفن المدينه. وبنشوف الزعيم اوغندا وهو بيقول للشعب لازم نقف ضد غزو الرومانيين ونمنعهم من الدخول. وقتها تريشا مرات اينو اديته الخاتم بتاعها وودعته، وخرجوا هما الاتنين للحرب لان السفن كانت قربت توصل للمدينه. وبنشوف اينو وهو بيحفز الجيش وبيقول لهم ان الرومانيين بيدخلوا لاي بلد بيخربوها وما بقاش في مدينه حره غيرنا وهم عاوزين يحتلوها. وابتدوا يحدفوا على السفن كرات من النار، السفن رمت عليهم السهام زي المطر، واكسايوس خلى السفن تسرع ووصلت بسرعه لاسوار المدينه. نزلوا المعديات ودخل الجنرال اكسايوس الاول والجنود وراه وبدات الحرب بينهم. تريشا كانت واقفه فوق سور عالي بتضربهم بالسهام. اكسايوس قال لجنوده يموتوها وضربوها بالسهم وقعت في الميه. اينو شافها وهي بتقع وساب المعركه، وفي لحظه واحد ضربه من وراه وقعه في الميه. وقتها تخيل نفسه على شط وجه حد اخدها ومشي بيها. في الوقت ده فاق ولقى نفسه في الميه وبيطلعوا الجثث، وشاف جثه تريشا راح لها ومسكها. جم الجنود واخدوه، شاف المدينه وهي متدمره والشعب مقهور، وكان معاه الزعيم اوغندا وكان فيه جثث كتير وهم بيولعوا فيها. وفي الوقت ده جابوا الاسرى وختموهم بختم روما واخدوهم معاهم في السفن علشان يرجعوا بيهم. اينو شاف ايد اوغندا وهي مجروحه ومكسوره قام وعالجها. اوغندا بيقول انا مش قادر اتحمل ان اروح اسير عندهم. وحكى له لما اينو جه المدينه وهو صغير واخد اوغندا ورباه وعلمه كل حاجه هو يعرفها. وقتها اينو افتكر لما كان صغير وبيلعب والجنود كانوا بيدوروا عليه وجري على امه اللي قالت له ما تخليهمش يلاقوك واهرب، وركب حصانه ومشى من البلد. في الوقت ده السفن وصلت روما والشعب كان مستنيهم وفرحان بانتصارهم. وراح اكاسيا للحاكم يقدم التحيه وقال له علم روما مرفوع في كل مكان، وقال له احتفالا بانتصارك هعمل مباريات في ملعب الكولوسوم. قال له مش عاوز احتفال، عاوز اجازه ارتاح من الحرب. قال له اجازه ايه؟ انت هتاخد سيفك وتطلع على بلاد فارس والهند تغلبهم وترجع. اكاسيوس قال له كفايه عفيني وابعت جنرال تاني. الملك ما عجبوش كلامه. نرجع لاينو واوغندا اللي اول ما وصلوا دخلوهم على حلبة مصارعه ومعاهم ناس كتير في ساحه القتال وناس كتير بتتفرج عليهم. واحد ماسك ميكروفون وبيقول شوفوا اعدائنا والله هيحصل لهم، وشوفوا زعيمهم اوغندا وهو بيموت. وفتحوا باب طلع منه كلاب شرسه كبيره زي الاسود. الزعيم كانت ايده مكسوره فوقع على الارض واستسلم، لكن اينو رجع له وعاوز يقومه والكلب بيهجم عليه. وقتها كانوا رابطين ايده بسلسله ومعهوش سلاح، ومع ذلك بيقاتل الكلاب ومش خايف منهم. الكلب هجم عليه وكان هيفترسه بس هو خلص نفسه منه. الكلب بينبح عليه ويخوفه وهو مش خايف منه. انه نط على الكلب وخنقه بالسلسله لحد لما اتخنق ومات، لكن شاف اوغندا ميت على الارض وزعل قوي عليه. نروح لاكاسيوس وهو رايح للوسيلا مراته، ودي بتكون بنت الملك ماركوس وكانت بتحب ماكسيموس في الجزء الاول، واخت الامبراطور كومودوس اللي قتلوا ماكسيموس في الجزء الاول. ونروح نشوف شخص اسمه تاكس وهو كان متابع اينو في ساحه القتال ومعجب بيه وبشجاعته، ونده عليه وقال له لغتك ايه؟ ما ردش عليه، قال له مش مهم لاننا هنا اللغه اللي بنتكلمها كلنا هي لغه العنف. انا شفتك بتصارع الكلاب، وريني بقى شطارتك مع البني ادمين. وخلى الحارس بتاعه يدخل معاه في جوله، ضرب اينو بسرعه مره واتنين ووقعه. وبعد ما ضربوا بعد شويه قال لهم كفايه كده وتعالى عاوزك. قال لي اينو انا بفهم في المقاتل الجيد وبعرفه، وانت من النوع ده، انت عندك القوه وكمان عندك عنف، والناس دايما بتحب العنف والدم، وانا شايف الغضب والكره جواك زي البركان، علشان كده انت هتكون المقاتل المثالي عندي. عاوز تقتل مين وانا اعمل لك جوله؟ قال له الجيش الروماني. قال له الجيش بحاله؟ قال له خلاص هات له واحد بس. قال له عاوز القائد اكاسيوس لوحده. قال له طيب سلمني نفسك وخليك بطل وانا هعمل لك اللي انت عاوزه. هترفض كلامي يبقى الله يرحمك. نرجع لاكاسيوس وهو بيقول لي لوسيلا انا زهقت من الاتنين اللي بيحكموا دول، عاوزين يبعتوني في حرب جديده وانا مش قادر اشوف الجثث والامهات والزوجات وهم بيصرخوا على موتاهم، ده غير جنودي اللي بيروحوا مني في الحرب. انا لو هدخل حرب تانية هتبقى علشان اعزلهم. سيلا قالت له هو جيشك راجع امتى؟ قال لها بعد 10 ايام. قالت له كام واحد بيخدمك باخلاص؟ قال لها كلهم. قالت له لازم نحرر روما من طغيان الحكام زي ما كان والدي عاوز زمان. بنشوف اينو وهو في مكانه ومش عارف هيقتل مين لان تاكس اخده وهيخليه المحارب بتاعه. وفي مكان تاني واحد بيقول لتاكس انت هترشح نفسك لمجلس الشيوخ. قال له معايا محارب وبراهن عليه، هات فلوس وراهن عليه. وقتها الامبراطور كان عامل سهره وهم عاوزين يسلوه بشويه جولات كده على الماشي، وكانوا عاوزين الجوله تكون مصارعه من غير سلاح.
لكن الملك قال لهم هاتوا لهم سيوف. وقبل ما يبداوا اينو قال للمصارع بلاش نموت بعض علشان هم يتسلوا. ولما لعبوا المصارع اتعامل بأسوأ، راح اينو ضربه بالسيف في صدره. والملك قال له انت منين؟ اينو قال له ابواب الجحيم مفتوحه. الملك قال له لازم تيجي الحلبه يوم الاحتفال. نروح لاكاسيوس وهم عاملين اجتماع سري مع مجلس الشيوخ وبيبلغوهم انهم هيعملوا انقلاب على الملك اول ما يوصل الجيش. اكاسيوس قال لهم ان الجيش هيكون تحت امره اول ما يوصل. ومجلس الشيوخ قالوا له دي مخاطره كبيره. لوسيلا قالت لهم المفروض ان ولاءكم للملك وانا بنته، يعني ولاءكم ليا من بعده. قال لها انت رجع حقك بطريقتك وبعدها هنكون معاكي. بنشوف العربيات وهي واخده المقاتلين لملعب الكوليسوم اللي هتتلعب فيه مباريات القتال قدام الامبراطور علشان يتفرج ويتمتع بمشاهده القتل ويحتفل بانتصار جيشه. وبنشوف الشعب جعان وبيمد ايده يشحت. الامبراطور كاتكالا وصل هو واخوه غيزا ومعاهم اكاسيوس ولوسيلا، والمقاتلين دخلوا الساحه وفتحوا باب دخلوا عليهم حيوان وحش وحيد القرن ضخم وعليه مقاتل بسلاحه وبيطارد المقاتلين. الملك ادى اوامر بالبدء والوحوش جري عليهم، والمقاتل اللي فوق بيضربهم والوحش دخل في مصارع منهم وموته ورماه. بعدها كان راح يعمل كده في ايده بس هو مسك تراب في ايده ورماه في عين الوحش خلاه دخل في الحيط. وقتها لوسيلا افتكرت نفس الحركه دي اللي عملها ماكسيموس وشافت شجاعه اينو اللي نفس شجاعه ابوه لانها وقتها عرفت ان ده ابنها اللي هي هربته زمان. وقتها نزل المحارب من على الوحش علشان يتقاتلوا سوا، وفعلا ضرب اينو ووقعه وكان مستني امر الملك علشان يقتله. بس الملك ما امرش بقتله وقال له رحمتك من الموت. اينو قال له مش عاوز عفوك ده، عاوز ابرزك بالسيف. بعدها قام وضرب المحارب واداله بالسيف موته. الملك قال له خلص عليه وراح مطير راسه. الملك فرحان ومبسوط هو والشعب بمنظر الموت والدم. بنشوف لوسيلا وهي رايحه اوضتها وبتطلع اوراقها وذكرياتها وبتفتكر ماكسيموس وهو بيسالها على ابنهم لوشيوس وبيطمن انه بخير وفي امان. وبعدها مات بين ايديها. وقتها اخذت لوشيوس وقالت له ان الوريث الوحيد للعرش وان وجوده هنا في خطر عليه ولازم تبعده علشان يكون في امان. وهي هتعمل كده وهي مضطره علشان خايفه عليه. بنشوفها وهي بعتة للراجل اللي معاه اينو وبتساله جبت المصارعين دول منين؟ قال لها نصهم اسرى والنص التاني متشردين. وهو بيكلمها شاف تمثال شبه اينو بالظبط. قال لها ده تمثال لمين؟ قالت له بتاع ابويا الملك ماركوس. بنشوف تاكس وهو بيسال واحد على ابن لوسيل والراجل بيقول له اختفى من ساعه ما مات اخوها كومودوس وقال له انه مات. بنشوف لوسيلا وهي رايحه لاينو وبتقول له انت عارف انا مين؟ انت متجوز عندك عيله؟ قال لها تريشا مراتي جوزك قتلها قدامي وانتوا قاعدين بتتفرجوا علينا واحنا بنموت قدامكم ومبسوطين بالجولات المسليه. قال لها انت فاكرين الطفل اللي هربتيه زمان ده خلاص نسيه دلوقتي انا واحد تاني خالص. بتتاسف له بتقول له انا بحبك ولما بعدتك كان علشان بحبك ودلوقتي انت بقيت زي ابوك ماكسيموس بالظبط. زعق لها وطردها. ولما خرجت بتقول لاكاسيوس لوشيوس هنا. قال لها متاكده؟ قالت له طبعا ده ابني وانا عارفاه، اتكلمت معاه بس هو زعلان مني بسبب اللي عملته فيه لما بعدته عني. قال لها انت عارفه ان بكره اخر يوم للقتال في الملعب وده بيكون اخطر يوم ومحدش بيخرج منه حي. قالت له انت لازم تساعده، انا مش هضيعه زمان ودلوقتي لازم احميه. وبنشوف من بعيد واحده بتتصنت عليهم. نروح لإينو وهو في التمرين وبيستعد لليوم الاخير في القتال وبيزودوا عليه التمرين اكتر من اللي معاه. وجه اليوم الاخير والمباراه بدات وبنشوف إينو هو جاي ومعاه الفريق بتاعه وهو القائد بتاعهم. والملعب كله ميه والمحاربين داخلين بسفينه والميه فيها سمك قرش وفي سفينه تانية قصاده بترميهم بالسهام المولعه واللي بينضرب بالسهم بيقع في الميه للقروش تاكله والميه بتتحول للون الاحمر. اينو قرب من السفينه قوي وكسر كل المقاديف ولف بسفينته ودخل فيهم بالعرض كسر سفينتهم ورماهم للقروش تاكلهم. واللي بقى من الجنود نط عليهم وخلصوا عليهم وبقى يرميهم في الميه. وقرب بسفينته لحد ما وصل لمقصوره الملك جاب السهم وضربه على اكاسيوس والكل خاف وقام من مكانه. وبعدها جه وقت تنفيذ خطه الانقلاب وبنشوف اكاسيوس ومعاه جنود ورايحين للامبراطور بس فجاه لقى حد قتل الجنود بتوعهم كلهم وكشف وشه. وده طبعا حصل لان في حد سمعهم وبلغ باللي حصل. الملك جاب اوكاسيس ولوسيلا وقال لهم خطتكم انكشفت وراح علشان يقتله بس اخوه مسكه وقال له الخاين مش بيموت في السر لازم نموته قدام الكل. تاكس قال للملك خليه قاتل في الساحه وهو ونصيبه بقى. نروح لإينو وهو بيشوف اسامي المحاربين على الحيطه ولقى اسم مشطوب ولما سأل عرف انه اسم ماكسيموس وقال لهم انا شفته زمان وهو بيلعب ولحد دلوقتي الكل بيحكي ويضحك عنه وانه عمره ما وطى قدام حد. صاحبه اخده وقال له تعالى اوريك حاجه واخدوا المكان مدفون فيه ماكسيموس ومعلقين سيفه ودرعه على الحيطه تخليدا ليه. جه وقت المباراه اللي هيخلصوا فيه على اوكاسيوس وجابوا لوسيلا وكلبشوها في الكرسي. وجه واحد وقال الخاين اكاسيوس عدو روما والشعب. بعدها طلعوه للساحه علشان يقاتل 4 جنود لوحده وبسيفه وبس معهوش درع يحميه وقتل 4 وخلص عليهم.
بعدها خرجوا اينو يقتله. لوسيلا اتجننت وقالت للملك بلاش وانا متنازله عن اي منصب ليا، لكن اينو جه جري وما صدق، هو اصلا نفسه يقتله وينتقم لمراته، وضربوا بعض بس واضح ان اكاسيوس مش عاوز يقتله. اكاسيوس قال له انا عارف انت مين ورمى سلاحه، لكن الملك امر اينو يقتله. قال له قبل ما تموتني عاوزك تعرف اني كنت بحب ابوك وكنت هموت وفديته بنفسي. اينو رمى سلاحه لكن الملك امر الرماه يرموه بالسهام ومات اكاسيوس. اينو قال للشعب هي كده روما بتكافئ البطل بتاعها وهي دي قيمته عندكم؟ هايج الشعب على الملك. بعدها بنشوف تاكس وهو بيقول له انا سلمتك اكاسيوس وانت سيبته وما موتوش. قال له انا مصارع مش عبد وانا حر. تاكس قال له دم روما بيجري في عروقك. اينو ساله انت مين ومنين؟ قال له مش مهم تعرف، المهم انك ملكي. قال له انا مش ملك حد. نروح للشعب اللي عمل ثوره وخرج في الشوارع بعد كلام اينو وعاوزين يموتوا الملك. الملك بيقول القاده هيسكتوهم، لكن الشعب بيقتل الحراس وعاوز يدخل القصر. الملك واخوه اتخانقوا وزعقوا وزغيده زعل ومشي، وتاكس راح وراه وسخنه زياده على اخوه وقال له انه هيطلعك انت اللي عملت كده قدام الشعب علشان يخلص منك ويهدي الناس. قال له انت عارف وقتها الشعب هيعمل فيك ايه؟ زغيده راح يقتل الملك بالسكينه. الملك مسك ايده، راح تاكس داخل مسك السكينه وخلص هو على الملك. بنشوف لوسيلا وهي رايحه لاينو وبتديله خاتم ابوها الملك ماركوس، وبتقول له خد الخاتم ده جدك اداه لابوك لانه كان بيثق فيه. اخده وقال لها هلبسه جنب خاتم تريشا مراته. قال لها انا اسف على اللي حصل لاكاسيوس. قالت له كنا عاملين خطه وعاوزين نحرر روما من الحكام الفاسدين. قال لهم عاوزين يقتلوكي. قالت له مش مهم، المهم انك رجعت تاني وشوفتك. قال لها انا خسرت مراتي قدام عينيا ومش عاوز اخسرك انت كمان. قالت له حاسه ان ماكسيموس هو اللي بيتكلم معايا. قال لها بس انا مش قوي زيه. قالت له انت قوي وشجاع. نروح للملك الجديد زغيده وهو عامل اجتماع لمجلس الشعب وعاوز اقرار منهم بتوليه السلطه والحكم بعد ما اخوه مات وبانه مختل على اخر وهربانه منه. مقعد القرد بتاعه على كرسي الحكم وبيقول لهم يحيوه. الكل بيبص ومستغرب هو بيقول المجنون ده. وبعد ما حيوا القرد عين تاكس من المساعد بتاعه وقال لهم حيوه. قال لهم هعمل حفله تعيين ليا، يلا حيوني يلا. وطبعا كلهم حيوه ما هو مجنون، لكن تاكس برضه طلع مجنون وطلع راس الملك تاكالا وقال لهم انا معايا القوه وهمسك الجيش، وقال لهم اللي معايا يرفع ايده واللي مش هيرفع هيتشنق. كلهم معاك طبعا ورفعوا ايديهم بسرعه. تاكس قال روما لازم تسقط. بنشوف تاكس وهو بيكلم لوسيلا وبيقول لها انت ابن الملك، وهو كان بيحلم بروما الفاضله بس كان وهم، لا الحياه هي البقاء الاقوى. قال لها انا كنت امبراطور قبل ما ابوك يغزو بلدي واخدوني وده ختم روما على صدري، لكن بعد السنين ما مرت هقتلك وهبقى انا الامبراطور مكانكم. قال لها اشوفك في مباريات بكره. بنشوف انه هو بيقول لصاحبه خد الخاتم ده اماره وروح لقائد الجيش بتاعنا وخليه يرجع بالجيش. قال له لو سالني مين اللي بعتك اقول له ايه؟ قال له قول له اوشيوس اللي بعتني امير روما، وقول له انا عاوزه علشان يساعدنا نحمي امبراطوريه روما الجديده. المرسال خرج من المدينه بسرعه ولما وصل ادى الخاتم لقائد الجيش وقال له امير روما بعتني ليك. وقتها جاب الجيش ورجع، وفي الوقت ده الساحه بتتجهز للقتال وتاكس بيقول للملك يقتل لوسيلا. الحارس جه لاينو وبيقول له تاكس بعت لك سيف خشب بيقول لك دافع بيه عن امك، راح زقه موقعه وخرج بره زنزانته وقتله وفتح ابواب الحبس وطلع المحاربين وراح هو للمكان اللي فيه ابوه وهياخد درعه وسيفه وهيقاتل بيهم. وبنشوف الامبراطور وهو بيجهز لوسيلا علشان يموتها بتهمه الخيانه هي وجوزها اكاسيوس. وفي الوقت ده حضر يون المحاربين كلهم وقال لهم انا مش قائد عليكم، انا زيكم، احنا مش بنحارب علشان نعيش يوم تاني لكن هنحارب علشان نكون احرار. وده كان اينو. ودخلوا المحاربين بتوعهم من جنود الملك وبيقتلوا بعض. وقتها جه حارس وقال لتاكس ان الجيش اتحرك من مكانه جاي على هنا وعددهم 5000 جندي واحنا معانا 6000 جندي. الجيش وصل والمكان كله اتحول لحرب والكل بيقتل ويتقتل. وتاكس موت الملك واينو جرى علشان يفك امه من الموكب. تاكس ضربها بالسهم في صدرها وخد حصانه وهرب. اينو ركب حصانه وجري وراه وهو عند بوابه المدينه وخارج منها لقى القائد والجيش كله قدامه واينو وراه. اينو قال له الملك بيكون ملك مش بنسبه لا بقوته، وهجم عليه وقعه من على حصانه وحاربوا بعض. وتاكس رمى تراب في عين اينو وقعه وزقه ورماه في الميه ونزل عليه بالسيف في صدره وضربه كذا ضربه، لكن الدرع بتاع ماكسيموس كان بيحميه. راح واخد طوبه وطالع ضربه في دماغه ومسك السيف قطع له ايده وخلص عليه وطلع من الميه وقال للجنود مش هنقتل في بعض علشان سلطه، احنا هنحقق حلم جدي ماركوس وابويا ماكسيموس بان روما تكون مدينه فاضله وملجأ للمحتاجين. وبكده انتهى ملخص فيلمنا النهارده، ونشوفكم في ملخص جديد. سلام.